سيدتي آمنة، لقد وضعت سيدتي آمنة. إنه صبي. ما لك تركضين ملهوفة هكذا؟ لقد ولدت سيدتي آمنة ووضعت صبيا كأنه البدر. حقا؟ أجل. هيا أسرع وأخبر سيدي عبد المطلب أنه أصبح لديه حفيد جديد. سأخبره في الحال أن أرملة ولده عبد الله قد ولدت صبيا. هذا خبر عظيم سوف يكافئنا على بشارتنا هذه. هيا إذن أسرع إليه. ماذا سأسميك يا حفيدي الحبيب؟ أي اسم سأطلق عليك؟ ذلك الهاتف الذي أتاني في المنام. أجل تذكرت، قال لي إذن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكان من عادات أشراف العرب آنذاك أن تتكفل المرضعات القادمات من البادية بتربية وتنشئة أبنائهم في الصحراء لبضعة أعوام حتى يصلب عودهم وتقوى أجسامهم. يا لحظي العاثر، فلأجرب حظي للمرة الأخيرة، عسى أن أجد في بيت عبد المطلب ما أريد. نعم، من أنت وماذا تريدين؟ أنا حليمة السعدية. هل نسيتني أيها الغلام؟ أبحث عن طفل رضيع لآخذه معي إلى البادية فأرضعه وأنشئه هناك. هل لديكم رضيع؟ هل سيدك عبد المطلب موجود؟ أجل، اسأله إذن. هيا أيها المسافرون، سيرحل ركبنا بعد قليل. هيا أسرعوا إلى القافلة. قد عثرت على طفل حتى لا تشمت بي المرضعات. هذه أشياء، ولا تنسي أنه يتيم الأب. أقسم عليك يا خالة حليمة أن ترعي محمدا جيدا وألا تتأخري في زيارتك لنا معه. لا تقلقي يا ابنتي، لا تقلقي، في وجهه نور، لقد أصاب حبة قلبي. المطر، إنه يهطل بعد طول جفاف. كدنا ننسى مياه السماء. المطر. محمد اسم جميل، لعل فيه خيرا لي، ولم لا، إنه ابن أشراف كرام. شكرا لك أيتها الآلهة. لطفا أيتها السماء، رحماك. هيا يا محمد يا صغيري، لنلحق بالركب. وهكذا مضت بضع سنين، ومحمد تربيه حليمة وتعتني به مع أولاد آخرين هم إخوة له من الرضاعة.
ولكن محمدا كان الأغلى على القلوب والمفضل دوما. أحسنت إنها لعبة ممتازة. هيا يا محمد، تعال والعب معنا. اترك، فهو لا يحب لعبنا هذا. أجل، إنه يفضل أن يجلس وحيدا ناظرا إلى السماء. غدا سأزور الكعبة مع أبي، سوف نسافر إلى مكة، وأنا أيضا سأزوره. ليتني أذهب معكم. وأين سأترك أشياء وأخذ روحي هذه أودعها عند محمد، إنه ولد أمين يحافظ على مال الغير. فكرة جيدة، ولكن محمد لا يذهب أبدا للكعبة ولا يتقرب للآلهة بالهدايا والعطايا. لعله لا يريد أن يتذكر قصة أبيه مع الكعبة. وما هي هذه القصة؟ محمد، أين أنت يا محمد؟ تعال ساعدني في حلب الماشية. أتبحثين عن محمد؟ انظري حيث ترين الطيور والحيوانات الأنيسة تتجه، تعرفين أين هو؟ أعلم هذا، فهو لا يترك حيا إلا وأطعمه من طعامه، حتى إن نفد وبقي هو بدون طعام. محمد يا له من ولد رقيق كريم النفس عطوف. انظري كيف عم الخير أرضنا منذ وطئها. ولكن قولي لي يا أختاه، ما هي قصته وكيف أصبح يتيما؟ يا لها من قصة. هاي حدثيني بقصته. لقد كان عبد الله والد محمد أصغر أبناء عبد المطلب وأحبهم إلى قلبه، ولما كان قد نظره للآلهة فقد افتداه قومه ب100 من الإبل، قدمت 10 وراء 10 قربانا للآلهة. وتزوج عبد الله آمنة بنت وهب، ولكنه توفي قبل أن تلد له محمدا. نعم يا أماه، وها أنا آكل طعامه الذي أعطاني إياه. إنه هناك تحت الشجرة، سأناديه. محمد، هذا اسم لم يسمى به آباؤنا ولا أجدادنا. محمد، أين أنت؟ لما ابتعدت عني؟ يا ويلي، ماذا سأقول لجده الآن؟ أضعته قبل أن أعيده إلى أهله، وبعد أن ربيته لسنوات. لقد جئت بمحمد هذا الصباح، فلما كنت بأعلى مكة تاه مني، ولا أدري أين هو الآن يا سيدي عبد المطلب. وماذا لو ضاع وفقد وضاع معه أثر ابن عبد الله؟ يا عبد المطلب، أهذا هو حفيدك؟ أين هو؟ أرني إياه، أرني إياه. لقد وجدناه بأعلى مكة. محمد، تعال إلى جدك يا صغير يا الحبيب. الآن يمكنني الرحيل بعد أن عاد محمد إلى جده وأمه. وبعد عام واحد من عودة محمد إلى أمه، خرج معها لزيارة أخواله في يثرب، ومكث عندهم شهرا. كيف حال السيدة آمنة الآن؟ لقد اشتد عليها المرض، وأخشى أن... لا تبكي يا أختاه حتى لا يسمعك محمد. أين الصغير محمد الآن؟ يجلس قرب أمه مريضة، خائفا حزينا. وتوفيت آمنة في الطريق ودفنت مكانها، وعاد محمد إلى مكة يتيم الأم أيضا، وهو لا يزال طفلا في السادسة، ليعيش في كنف جده عبد المطلب.
أعطيني تلك الوضعات. يا لهؤلاء الصغار، إنهم حبات القلوب. جد، ألن تعلمنا اليوم لعبة جديدة؟ ها، أين ابن عمكما محمد؟ لماذا لا يلعب معكما؟ لا ندري، ولكنه لا يحب اللعب مثلنا. هيا نبحث عنه. إيه؟ ما بك يا أبي؟ أراك متعبا وحزينا. أفكر في محمد. محمد؟ ما به؟ صحتي تتأخر يوما بعد يوم، وأخشى يا أبا طالب أن أموت وأتركه في هذه الدنيا بلا مال ولا أم ولا أب. أطال الله عمرك يا والدي. وتوفي عبد المطلب، وانتقل محمد بن الثامنة ليعيش في بيت عمه أبي طالب بين أولاده. لا يزال محمد يشعر بالغربة بيننا، وكلما جلسنا إلى الطعام وامتدت أيدينا إليه انقبضت يداه خجلا أو انسحب من بيننا كما الآن. إنه رقيق وحساس ويخاف أن يثقل علينا، ولكننا نحبه ونعتبره أخا لنا، ومع ذلك فهو مصر على أن يعمل في راعي الأغنام. أجل ليساعدنا. هذا صحيح، وها هو الآن يتشوق لأن يخرج معي في رحلة الصيف إلى الشام. وهل ستأخذه معك؟ أجل، ولكن ليس الآن، فهو ما زال صغيرا على مشاق السفر. ولما بلغ محمد 13 من العمر خرج مع عمه أبي طالب في رحلة إلى بلاد الشام. يا إلهي، ما لهذه الغيمة الصغيرة تتبع القافلة أينما اتجهت وكيفما تحركت؟ إنه هو ذاك الفتى الصغير، الغيمة تتبعه تظلله وتقيه لهيب الشمس. يجب أن أراه، لابد أن أتعرف إلى الفتى. تفضل يا أخي واشرب اللبن. شكرا لك أيها الرجل الطيب. علمت أنك عم الفتى. من؟ محمد؟ أجل، ولكن من أنت؟ أنا الراهب بحيرة من سكان المنطقة. ولماذا تسأل عن محمد؟ الأمر خطير، سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم، يجب أن تعود به سريعا إلى أرض الحجاز. ماذا؟ أجل، فأنا عرفته ورأيت ذلك النور الإلهي يشع من وجهه، كما رأيت العلامة في ظهره. ماذا تقصد أيها الراهب بحيرة؟ اسمع يا أخي، أنا رجل مسيحي أؤمن بالله، ولقد قرأت في الكتب المقدسة أن نبيا سيأتي من بعد عيسى. اذهب بابن أخيك، أخشى أن يعرفه اليهود فيقتلوه. محمد محمد محمد! وهكذا عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وبعد سنوات بدأت مرحلة جديدة من حياته، حتى كانت الرسالة
رسالة الإسلام التي تدعو لعبادة الإله الواحد.